السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض أكتر من طريقة لحفظ الطماطم. نبدأ بأول طريقة. أنا غسلت الطماطم وقطعتها بالطريقة اللي انت عايزة تقطعيها بيها، أي طريقة يعني، نصين، أرباع، زي ما تحبي. وهتحطيها على النار من غير مية ومن غير أي حاجة، معاها بس كام شريحة من البنجر. البنجر بيديها لون حلو قوي ومش بيأثر في الطعم بتاعها خالص. وكمان احنا عارفين ان البنجر ليه قيمة غذائية عالية، هو فيه حديد كتير، فنحب يعني ان احنا نستخدمه في اكلات كتير، سلطات او كده. فهو طبعا استخدامه في صلصة الطماطم، شايفة اللون كله نزل فيها، بيبقى مفيد جدا في ان هو يدي لون وقيمة غذائية عالية. احنا بنسيبها لغاية ما كل المية اللي فيها تنشف تماما، يعني بتغلي مثلا معاكي على حسب الكمية اللي انت حطاها، ممكن ساعة ونص، على حسب الكمية اللي انت حطاها قد ايه. بس بعد كده بقى هنضربها، هنسيبها لغاية ما تبرد. ممكن تضربيها في الخلاط او تضربيها بالهاند بلندر زي ما تحبي. بتبقى بتضرب معاكي بقى بسهولة هنا، لان هي غلت كتير على النار. انا خدت معايا بصراحة اكتر من ساعتين على النار، يعني انا كنت عاملة كمية ومهديه لها النار جدا. فانت تهدي لها النار علشان ما تتحرقش منك قبل ما تستوي كويس والقشرة بتاعتها تنعم، لان احنا هنصفيها. خطوة التصفية دي مهمة جدا برضو، لان هي بتنزل قشر وحاجات ممكن تتعب اي حد عنده قولون او كده، والبذور اللي فيها. هوريكم كمية الحاجات اللي هتطلع منها بعد التصفية. كمان الصلصة دي احنا بنستخدمها في المكرونات اكتر، مش بيبقى مستحب ان انت تلاقي قشر كده وحاجات في المكرونة. بتبقى منجزة بقى لو انت عايزة تعملي طواجن، او صلصة مكرونة او اي حاجة تستخدميها فيها. والطريقة التانية بقى هوريها لكم، بتستخدم بقى في المحاشي، او في الخضار المتسبك على النار او كده. بتبقى سهلة جدا ومنجزة، خاصة في شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. في التجهيزات والحاجات اللي احنا بنعملها وبنحضرها بتفرق بقى معاكي جدا الحاجات دي، بتريحك بعد كده وبتوفر الوقت معاكي والمجهود. بعد ما صفيناها بتجيبي الاكياس دي او الاكياس اللي هي ذاتيه الغلق اللي تحبيه. عايزه كمان تعمليها بالولاعه او بالمكوه زي ما تحبي. انا بعملها بالطريقه دي، بضغط من تحت واربط من فوق، يعني تضغطي جدا على الحاجه من تحت عشان تفرغي الهواء منها، وتربطي الكيس من فوق وبتفرديه كده، ما بياخدش حيز ابدا معاكي في الفريزر. الطريقه التانية هنحطها في علب علشان نفرق بين ده وبين ده. كمان الاكياس دي بتحطي بينها وبين بعضها ورق، يا اما ورق زبده، او ورق من العادي اللي موجود عندنا متوفر في كل البيوت ده. ما تكلفيش نفسك يعني حاجه كتيره، لان انت هترمي الورق بعد كده هيطلع من الفريزر. بصي، بتضغطي من تحت جامد وتفرغي الهواء وتربطي الرابطه من فوق علشان ما ياخدش معاكي حيز في الفريزر. شايفه ازاي سمكه قليل جدا. وتحطي بقى ورق بين الاكياس وبين بعضها. بعد ما تجمد ممكن تشيليهم من على الطبق ده، انا بفضل ان انا احطهم يعني على طبق في الاول كده في الفريزر، علشان ما ياخدوش، ابقى متحكمه في الحيز اللي هم هياخدوه، وورق بينهم وبين بعض او اكياس زي ما تحبي. الطريقه التانية، هتضربي الطماطم في الخلاط عادي بالطريقه العاديه وبتصفيها. شايفه كل ده طلع منها، برضو مهم ان انت تصفيها. بعدين بنعمل بقى طريقه التسبيكه العاديه. بتسيحي سمنة، أي مادة دهنية أنت بتحبي تستخدميها في التسبيك، يعني سمنة، زيت، زبدة، أي حاجة تكون صحية طبعا. بتسيح معاكي. وبعدين بتجهزي بصلة مبشورة. أنا هنا استخدمت بصل أحمر زي ما تحبي، يعني أنا بحب أستخدم البصل الأحمر في المحاشي شوية وفي الطواجن. اي نوع انت تحبيه استخدميه، بس بتخليه يصفر كده كأنك بتعملي تسبيكة لأي خضار عادي. كمان الطريقة دي ممكن ان انت تعمليها وانت بتطبخي عادي كده، تضاعفي كمية التسبيكة وتشيلي نصها في الفريزر بعد ما تبرد. بعد ما بيصفر معاكي بتنزلي الصلصة اللي انت مصفياها. طبعا الطماطم بنغسلها كويس وبتقطعيها وتشيلي الجزء اللي هو الاخضر اللي فوق ده، بتضربيها بتصفيها. يعني دي تسبيكه كده، ايه بتاع الخضار العادي اللي احنا خلاص بتتسبك وبنحط فيها الخضار. احنا بقى هنجمدها بقى في المرحله دي، بحيث ان انت لما تيجي تحتاجيها تلاقيها متسبكه وجاهزه عندك بسهوله تعمليها. سبتيها بقى كده لما كل الميه اللي فيها نشفت واتسبكت بالطريقه اللي انت بتحبيها، لما متسبكه قوي او يعني نص نص. انا بحب اسبكها بالدرجه دي، بالمستوى ده كده بيطلع لونها حلو في المحاشي.
وبتحطيها في علب علشان تفرقيها عن اللي موجودة في الأكياس، وبتكتبي التاريخ عندك. وممكن تكتبي عليها كمان ان هي طماطم جاهزة متسبكة جاهزة، تكتبي زي علشان احنا دايما بننسى. بحب كمان اغلفها بالاسترتش ده علشان يعزل ريحة الفريزر زي ما اتفقنا في تجميد الفراولة. او ممكن تحطيها في كيس برضو تربطيها، يعني هي العلبة ذات نفسها تحطيها في كيس. اخر طريقة بقى معانا هنعملها بالطماطم اللي هي السليمة. برضو هنغسل الطماطم. عايزة اوريكم بس اللي هي اللي طلعت من الفريزر، بصي ازاي بعد ما جمدت. شايفة السمك بتاعها قد ايه، ما خدتش اي حيز في الفريزر، وكمان ما لزقتش في بعضها. فنيجي بقى للطريقة الأخيرة ديت اللي هي ممكن تحتاجيها في تتبيلات أو في طواجن أو حاجة، وما يتلاقيش عندك طماطم متوفرة في التلاجة، فتلاقي دي في الفريزر منجزة معاكي جدا وبتريحك برضو. خلاص لو محتاجاها البيتزا، محتاجاها لأي حاجة، بتلاقيها موجودة ومتوفرة عندك، وطريقة سهلة في التجميد ومش بتلزق في بعضها ولا أي حاجة. بس فرغي الهواء زي ما اتفقنا، واربطيها برضو من فوق، وكده تبقى جاهزة معاكي أكتر من طريقة لحفظ الطماطم. إن شاء الله يكونوا عجبوكم الطرق ديت. يا رب تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.